اهلا بيكم في فيديو جديد. والفيديو النهارده بمناسبه طبعا ان الديفيجن اتحدث، هجيب لك فيديو قوي جدا 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 واقول لك ازاي توصل فيه لبطل فيفا بطريقه مضمونه جدا، افضل الخطط وكمان افضل الاساليب وافضل كل حاجه حرفيا اللي هتخليك تتاهل لديفيجن 1 او لبطل فيفا في اف سي موبايل بطريقه مضمونه وبطريقه سهله جدا. ولكن قبل ما نبدا اتمنى منك انك تصلي على افضل خلق الله سيدنا محمد، تذكر اللي تحت في التعليقات وتدعم تضغط على زر لايك، وانا دايما قالتني عنايه الرزاعه وتشترك في القناه. تروح تتابعنا على صفحتنا في الفيسبوك، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. وليتس جو على فيفا. وادي هنا دخلنا على لعبه اف سي موبايل، وهنبدا الاول بالخطوات بتاعتنا. واول خطوه معانا هي ليه هتأهل لبطل فيفا. مبدئيا كده انت لو تأهلت لبطل فيفا، يعني على سبيل المثال خلينا دلوقتي اللي هو في الوجه انا طبعا في اسطوري 3 ان شاء الله هتأهل لاسطوري 2 قبل ما الديفيجن يتجدد وكده يعني. فهو انا ليه اتأهل مبدئيا كده؟ انت لو تأهلت مثلا لبطل فيفا، تخيل انت من ضمن اقوى 100 لاعب بيلعب لعبه اف موبايل في العالم. تخيل ده شرف كبير قوي ان انت من ضمن اقوى 100 لاعب في لعبه اف موبايل، وكمان متصنف وكل الناس شايفاك وكل الناس شايفه تشكيلتك وكل الناس شايفه نتائجك. فده حاجه اسطوريه جدا ان انت تكون من اقوى 100 لاعب في اللعبه. فده طبعا يعني، وكمان انت اصحابك مثلا انت الثالث على العالم، انت رقم 50 على العالم، انت رقم 60 على العالم. فلما تتصنف دي بتبقى حاجه اسطوريه جدا وحاجه يعني كبيره قوي. طب هي ايه الجوائز اصلا؟ زي كده ودخلنا هنا على اللي هي العلامه دي، ونزلنا هنا خالص، ده كده انت لو بطل اف سي تاخد 20 نقطه من دي، وحرفيا ال 20 نقطه دي مهمه جدا. كمان هنا هتاخد باكجات اسطوريه جدا، الباكجات كلها كلها بتتباع يعني. 5 لعيبه من 90 ل 105، 5 لعيبه من 89 ل 105 بيتباعوا طبعا كل ده كله. فالباكجات هنا بتبقى قويه جدا. كمان هتاخد 10000 نقطه ديفيجن رايفلز، بتاخد 20 نقطه، وكل دي ال 20 نقطه دي تقريبا يعني لو انت فقط صنفت 3 شهور بس، انت حرفيا هيكون جمعت جوائز قويه جدا، تقدر تفتح بيها باكجات كتيره جدا يعني. حرفيا في باكجات انا هوريك دلوقتي الباكجات في المتجر اللي هي بتاعت الديفيجن رايفلز. ب 50 نقطة تقدر تاخد لاعب من 100 ل 105 بيتباع. ب 35 نقطة تقدر تاخد لاعب من 99 ل 103 بيتباع. ب 10 نقط تقدر تاخد نسخة ماسكرانو. فحرفيا النقط دي بتبقى قوية جدا، بتبقى مهمة جدا، وتقدر تاخد بيها يعني. انت ممكن لو اتصنفت زي ما بقول لك كده 3 شهور يعني توصل تشكيلتك 105 106 فقط من الباكجات دي. فدي باكجات اسطورية جدا، وطبعا تخليك فعلا ان انت تلعب وتتصنف بجانب طبعا ان انت من المصنفين على العالم. فده حاجه كبيره يعني. نروح بقى للطرق للخطوات. اول خطوه معانا هي التشكيله او افضل التشكيلات اللي تلعب بيها. بص، هي بتبقى اذواق. انا مثلا بعرف العب بتشكيله مفيش حد بيعرف يلعب بيها، انت بتعرف تلعب بتشكيله انا مش بعرف العب بيها. فكل واحد فينا ليه تشكيله بيعرف يلعب بيها. بس انا اقول لك دلوقتي ايه احسن التشكيلات اللي لما بتتعود عليها وفعلا بتبقى بتعرف تلعب بيها ولعبتك بتيجي عليها بالظبط، تبقى حرفيا اسطوري. ندخل على تعديل الفريق، هيجي قدامك هنا تشكيلات كتيرة جدا جدا، كلهم تشكيلات الصراحة كويسة إلا شوية تشكيلات طبعا. وأنا هقول لك دلوقتي إيه هم أفضل خطتين في اللعبة. مبدئيا كده خطة 4-2-4، الخطة دي دفاعيا ممتازة، انت بتدافع ب6، وهجوميا ممتازة، انت يعتبر كمان بتدافع ب6. والاتنين السي ام دول بيبقى حرفيا لازم يكونوا اقوياء جدا، ولازم يكون عندهم قوة تحمل عالية. وانصحك لو هتلعب بالتشكيلة دي وتكمل بيها تخلي 2 سي ام احتياط، عشان الاثنين دول هيتعبوا، وتبدلهم مثلا في الدقيقه 60 او الدقيقه او كده يعني. فلازما التشكيله دي قويه جدا، وعلى ارضيه الملعب لو اتعودت عليها لازما يعني تلعب لك كده 20 ماتش ولا حاجه لغايه ما تتعود عليها. وتجيب زي ما بقول لك كده 2 سي ام احتياط، عشان التشكيله دي هتكون قويه جدا معاك. اما التشكيله الثانيه اللي هي التشكيله دي برضو حرفيا اسطوريه جدا. انت يعتبر بتدافع بكام؟ بخمسه 6 7، انت يعتبر بتدافع ب7 وبتهاجم كمان ب5. حرفيا التشكيله دي قويه جدا ومتوزعه كويس على ارضيه الملعب. هتلقى في لعيبه على الاطراف، لعيبه كتيره جدا في نص الملعب. فالتشكيله دي برضو قويه جدا، ولازما برضو تخلي شويه لعيبه احتياط وخصوصا لو كانوا مهاجمين. فدي برضو التشكيله دي قويه جدا. زي ما بقول لك كده دول التشكيلتين اللي انا انصحك بيهم: 4-2-4 و4-1-2-1-2. دول احسن تشكيلتين، والتشكيلتين دول لو اتعودت فعلا عليهم هيكونوا حرفيا اسطوريين جدا معاك، وبكل سهولة هتوصل لبطل فيفا. ندخل بقى على الخطوات أو الطرق إن أنت تدخل بيها على بطل فيفا. أول حاجة
طبيعي جدا طبيعي جدا ان انت لازم يكون عندك تشكيله قويه. مفيش حد بيتاهل لبطل فيفا بتشكيله 90 ولا 91. ولو انت شفت حد فعلا الاول على العالم ولا الثاني على العالم تشكيله 94 و95، لا، هو بيبقى عاملها كده، ولكن لما بيدخل يلعب الماتش بيبقى بيحط التشكيله الاساسيه بتاعته. فدي يعني عشان يعرف الناس ان هو جامد وكده، لا، بس هو بيحط اللعيبه الاساسيه والكلام ده كله. فانت عشان توصل لبطل فيفا انت محتاج مبدئيا كده حاجتين، لازم الحاجتين دول يكونوا اقوياء جدا معاك: حارس المرمى وكمان المهاجم. لو ما عندكش مهاجم اسطوري وحارس مرمى اسطوري، انسى ان انت تتاهل لبطل فيفا. انصحك لو عايز تتاهل لبطل فيفا تجيب مثلا فاندر سار او تجيب كورتوا، وتجيب هنا مثلا مهاجم 5 ويك فوت و4 حركه مره مثلا، يعني نسخه الظاهره الضعيفه دي انصحك تحطها. حرفيا لو معاك مهاجم اسطوري وحارس اسطوري ومدرب التشكيله، يعني انا مدرب ده 20، مدرب ده 20، مدرب ده 20، مدرب ده 25، انا مدرب التشكيله ومعاك مهاجم اسطوري وحارس اسطوري، انت هتكسب اي حد. ودي اول خطوه لازم تعملها. تاني حاجه، ودي حاجه بديهيه جدا، انت لازم تتعلم اللعب، لازم تتعلم ازاي تعمل مهارات، لازم تتعلم ازاي تشوط من بعيد، لازم تتعلم ازاي تعمل ارتوهات. وانا في القناه دي اصلا انا عامل الفيديوهات ازاي تعمل المهارات واحسن المهارات اللي لازم تستخدمها، وازاي تباص وازاي تشوط بطريقه احترافيه يعني. فهتلاقي الفيديوهات في القناه. هحاول الصراحه ان انا اسيب لك اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن. فالفيديوهات دي هتفيدك جدا، والفيديوهات دي مهمه جدا. ان انت لو مش بتعرف تعمل مهارات، صباح الفل انت هتتأهل ازاي؟ لو مش بتعرف تدافع، صباح الفل انت هتتأهل ازاي؟ فانت لازم تكون بتعرف تعمل الحاجات دي باحتراف. تمام تمام. ندخل بقى على الحاجة الأخيرة، وهي شوية نصايح مني ليك في الديفيجن رايفلز. مبدئيا كده كل اللي أنا قلته ده انساه انساه وفكك منه خالص لو ما عندكش وقت. لو انت مش هتعرف تلعب بال 20 ماتش في الديفيجن رايفلز في اليوم، 20 ماتش انا هلعب 20 ماتش، لو قلت كده فعلا ولو خدت الرياكشن ده، ما انصحك ما تلعبش. ليه؟ ان وجه الوجه او الديفيجن رايفلز عموما محتاج لعب كتير. انت معاك شهر يا عم، كل يوم يا عم خش العب 5 ماتشات، بس ال5 ماتشات لازم تكسبهم على الاقل ال5. لان انت كل يوم انت شايف الاول والثاني والثالث دول حرفيا هم كل يوم ممكن يزيد 100,000 ولا حاجه، ممكن يزيد درجه كامله. 100,000 دول ممكن يزيدها في 10 ماتشات. فانت لازم تلعب كتير جدا في اليوم عشان تعرف تتصنف، وعلى الاقل كل يوم تتاهل مثلا، يعني كل يومين تتأهل درجة. يعني أنا تاخد يومين عشان تتأهل من أسطوري 3 لأسطوري 2. فأنت لازم تلعب كتير لو ما عندكش وقت، لو أنت طالب، لو أنت بتشتغل، لو أنت الحاجات دي كلها. وما انصحكش خالص إن أنت تلعب، إن أنت لازم تلعب كتير جدا جدا جدا. اللي بيلعبوا لأن اللي بيلعبوا ديفيجن رايفلز كتار جدا، وهينافسوك حرفيا ومش هيسيبوك بسهولة كده تكسب لك 10 ماتشات ولا حاجة تتأهل يعني. طب إيه تاني نصيحة؟ خدها مني ما تتضايقش. انت كتير قوي هتقابل هاكرز كتير قوي هتقابل هاكرز. يعني تبقى كسبان 5-0 في ماتش، الماتش يخلص تلاقي نفسك خسران 6 ولا حاجه. ايه ده؟ تلاقي نفسك كسبان 10-0، تلاقي الماتش خسران 1-0. انت خسران 1-0. ودي حاجه طبيعيه جدا، ودي حاجه احنا عارفينها في ديفيجن رايفلز. انت شايف انت ممكن اول 10 دول كلهم يكونوا هاكرز عادي جدا، ودي حاجه موجوده في اللعبه. فبكل سهوله انت لعبت واحد هيكون هاكرز، ما تتضايقش، دي حاجه طبيعيه. تطلع تبقى عامل عليه بلاغ، شكرا. يعني دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تعملها في اللعبه. تخلص الماتش انت خسرت، تروح تعمل له بلاغ، ما تتضايقش، وتروح تلعب ماتش كمان. لان انت كده هتخسر من الهاكرز وهتخسر كتير جدا. اما النصيحه اللي بعد كده، انت اول ما توصل لاخر مثلا 30,000 نقطة، او اول ما توصل لاخر شوية كده، اللعبة تبدأ تلبسك سكريبتات. اللعبة مش هتكون عايزاك تتأهل كده بسهولة. تبدأ تخسر ماتشات بطريقة سهلة جدا. انا شايف انا كنت طالع حرفيا، انا تقريبا كسبت 30 ماتش ورا بعض ولا حاجة، وخمسات وستات، وما كنت يعني عادي جدا، انا ده مستوايا. جيت بقى ايه قدام فرقه ضعيفه جدا وقدام ناس ضعيفه جدا، الاقي اللعبه بتاعتي مش عارفه تباصي، اللعبه بتاعتي مش عارفه تشوط، حاجات غريبه كده. حاجات غريبه كتيره جدا بتحصل في الملعب، ببقى مش عارف ليه. ودي بتبقى من اللعبه، لان اللعبه بتلبسك سكريبتات، مش عايزاك تتاهل كده بسهوله، عايزاك تاخدها بصعوبه جدا. وده انا شايف انا بواجه في وانا في اسطوري. تخيل بقى انت هتواجهه وانت في بطل فيفا. انا ما عنديش وقت عشان كده مش بلعب، انا اخر اسطوري الحاجات دي وشكرا. يعني انا كل مره تقريبا بتاهل لاسطوري 2 والسلام عليكم، مش بلعب تاني. اما انت عايز تتاهل فانت اكيد هتخسر كتير زي ما قلنا من الهاكرز، واكيد هتلبس سكريبتات كتير، فانت ما تتعصبش.
وبس، وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، وكل النصائح وكل الحاجات قلتها. ان شاء الله لو تبعتوا كل الحاجات دي توصل لبطل فيفا مستريح. وبكده طبعا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. بتمنى انك تكون صليت انا بذكرت الله ودعمتني ودوست على زر لايك ودمرت عليه نهايه الزع واشتركت في القناه. وجود باي.